هذه أكبر عملية نصب يتعرض لها المواطن العراقي. صحيح مو كل المواطنين، ولكن شريحة من المواطنين تعرضوا إلى عملية نصب من شركات صينية أو أجنبية ما أعرف. هذه الشركات تفتح لهم صفحات ومواقع وتطبيقات على الانترنت، يدخلون عليها، يضيفون حسابات ب $600 و$1200، وتصعد الى ان توصل الى عشرات الالاف من الدولارات، على اساس انه تحقق ارباح بمهمات بسيطة اللي هي لايك وشير وتعليق على بعض المنشورات، على اساس انه عمل هذه الشركات هو الترويج. اللي صار انه هذه الشركات جمعت هذه المبالغ من مئات الالاف من المواطنين العراقيين. مئات الالاف من المواطنين العراقيين اودعوا فلوسهم بهذه الشركات، وفجأة اختفت هذه الشركات. واحدة من عندهم ACCE، وبعد اكو شركات اخرى ما اعرفها. اللي متداولين بهذا الموضوع هم يعرفوها اكثر مني، ولكن المهم والضروري هو ان تتابع وزارة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة هذا الموضوع، لانه اعتقد انه هذه ثاني جريمة بعد صفقة القرن الصغير بالمواطن العراقي. مئات الالاف من المواطنين انطوا فلوسهم لهذه الشركات وفجأة اتبخرت. لذلك دائما انصح يا اخوان لا تتداولون بالانترنت ولا تتعاملون بهذه الشركات اللي تاخذ منكم فلوس على اساس انه ترجع لكم ارباح، لانه بكل الاحوال خطأ في خطأ.